السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا من جديد وفيديو جديد على قناتكم نضال نيوز. أول خروج لتيك توكر زكية جيهان بعد التصريح ديال الجمعوية سميرة البقالي على خلفية زيرو تفاهة اللي اعتبرت زكية أنها كتستغل الطفلة جيهان اللي هي من ذوي الاحتياجات الخاصة وكتحطها في القناة ديالها وكدير بها اللايفات في التيك توك، وكانت طلعت ترند في واحد الوقت، وكانت كتطلعها مع مولينيكس اللي تعتقل مؤخرا وتحكم عليه. ما نطولش عليكم، نخليكم تسمعوا شنو قالت زكية جيهان وهي كتدافع على راسها وكتوضح السبب الحقيقي ديال الهجوم عليها في هذا الوقت. تابعوا الفيديو حتى الاخر باش تسمعوا شنو قالت بخصوص الموضوع. السلام عليكم خوتي وحبابي، لاباس عليكم؟ كي بقيتو؟ تتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال يا ربي. كما شفتوا انا كتبت لكم في واحد ستوري بانني مريضه. بعيد عليكم كنت سمعت واحد الخبر وطاح لي به الطونسيون ودني تسمكات وبدات المهم مرضات لي ودني بقوه الطونسيون، وقلت لكم غادي نخرج لكم منين غادي نقدر، حيت شداتني الدوخه وداك الشيء اللي انا نقدر غادي نخرج نقول لكم شنو كاين. تصدمت وعادي تصدموا حتى نتوما منين غتعرفوا شنو كاين. غنقدر نطول عليكم في هذا الفيديو ولكن نحاول نطرق لشي نقط هكا نوضحوا. النقطه الاولى انني نهار 3 عيط لي المحامي ديالي وقال لي راكي تحكمتي بشهرين سورسي و2 المليون خطيه، ما عرفتش انت يقول لها خطيه، 2 المليون و60 الف ريال، 2 المليون و60 الف ريال. 2 المليون ديال طالبها تعويض طالبها المؤسسه. داكشي باش انايا تصدمت لحقاش انا المؤسسه اللي كان عندي خلاف معاهم اللي ما ذكر سميتهم ما ذكر سميت حتى شي حاجه، شدوا فيديو وفرغوه ودعاوني بالتشهير. انا كنت داعيه بنتي، كلكم راكم عارفين جيهان شنو وقع لها والضرب اللي تعرضت ليه في المؤسسه والعنف الجسدي والمعنوي، سدان البيبان اللي في القسم كانوا تيسدوا عليها، هذا كله وقع. تندعيهم النيابه ديال المدرسه، دعيتهم الاكاديميه وعديتهم الوكيل الملك، مشيت معهم بالسلم الاداري. عمري ما خسرت لهم هضره، ما سبيتهم، ما عيرتهم، ما تهجمت عليهم في المدرسه، ما درت لايفات في المدرسه. ننقز لكم، ما درت لايفات في باب المدرسه اللي خرجت واحد السيده تقول لهم تتجي للباب وتبكي ودير لايفات وتبكي. انا عمري ما مشيت عندهم للباب ودرت لايف، وتنتحدى تجيب لي هذا اللايف اللي انا في المدرسه ودايره لايف وتنبكي. هذه نقطه سطروا عليها الله يرحم الوالدين. وهذا الفيديو بغيتو يتبارطاجا على قد ما كان يتبارطاجا. المهم نحاول راكم عارفين انا هادشي ما كتباش، ولكن نحاول باش نرد على كل شيء. المهم مشيت انا على هذا السياق بانني راني نتبع معهم المسطره القضائيه صافي، الله يجعل البركه. درت فيديو تنعاود تنحتسب بالله في داكشي اللي قالوا، تنحتسب بالله فقط. هادشي اللي قلت. مشاو هما قالوا بان ذكرت المدرسه وذكرت ما ذكرت انه تنتحداهم يجيبوا شي فيديو ذكرت فيهم المدرسه. ما علينا. تتفاجئ بانه دعاوني وحكموا عليا في التشهير، دعاوني بالتشهير وحكموا عليا المحكمه ب3 شهور سورسي و2 المليون كتعويض المؤسسه و60 الف ريال. المهم انا جيت بقيت مريضه طايحه في الفراش. البارح تنتفاجئ بالتليفونات تفرقع بالميساجات، الناس يعيطوا شنو وقع. خرجات واحد السيده اللي ما عرفتش انايا، جبداتني المره الاولى وما هضرتش وذكراتني وشهرات بيا وما هضرتش. دابا تدير
اكفس من التشهير. انها امي دابا راه طايحه بسببها، طايحه لي امي، طاحت لحقاش سمعات الناس قالوا زكيه تحكمات بشهرين ب3 شهور، اللي انا ما بغيتش نقولها لامي. انا داك الحكم شديته واحتسبت الله وتبعت الاجراءات ديالي القانونيه وضربت الطم. ما نقولش لعائلتي نخلعها، هي خارجه في واحد المنبر وتتهضر بكل ثقه وحكموا على داك السيده. اش من حق وشكون اللي عطاك الحق باش تقولي حكموا عليا، باش تخلي لي امي وطيحيها وتزيدي تكملي عليا وعلى عائلتي كامله؟ كلشي مخلوع، كلشي تيعيط لي. شنو واقع شنو واقع شنو واقع؟ جالسه تقولي لهم دارت تريند في واحد الوقيته حيت طلعتها مع واحد الشخص. انا بنتي انا منين دارت تريند دارتو بارازار هكاك عفوي، ما كان طالعه مع حتى شي واحد. بنتي دارت تريند بهاد القصعه هادي اللي طيبات لها خير ماماها تتوجد لها كاي ام مغربيه اللي قسم الله وتتقول هاد القصعه هادي تعرفات بداك التريند. واول تريند اللي تعرفات قبل القصعه بهاد المسيكيتات هادو. هادشي باش بنتي طلعت تريند، ماشي حتى شي هضره خايبه بهاد القصعه وهاد المسيكيتات ياكو. تتجلس معايا في اللايفات، ما تتجلسش معايا بنتي عمرها ما جلسات. العالم تعرف بنتي بانها تسعود تتناز. هي ما شدوا اللايفات ديال منين في رمضان جلسنا ل 12 وقيله. انا عمري ما جلست حتى 4 و3 و2 انا وما تنجلش في ذاك الوقت. ماشي حرك بنتي انا وما تنجلش. حسبي الله ونعم الوكيل. تنهضر والدوخه شداني. قالت بان تنحرض الوالدين، تنتحدى هاد السيده اللي هضرات والمؤسسه اللي دايرين يدها مع يدها، تنتحدى بان يجيبوا لي شخص واحد حرضته او هضرت معاه. تنتحدى شي واحد من داك المؤسسه فين كانت تقرا بنتي، واش عمري تلاقيت مع شي واحد او دزت شي اجتماع ديال اولياء الامور يخرجوا بفيديو ولا نظرات ولا كاميرات بين هاد السيده راه كانت جالسه مع فلانه وفلانه وفلانه. تنتحدى اي ام عمري تلاقيتها فاس وهضرت معها او حرضتها. هذه ما كايناش. علاش المغالطات وعلاش تتوصلوا الاكاذيب؟ تتوصلوا الاكاذيب. هذه المهم هاد النقط اللي عاقله عليهم. نحاول كل مره نخرج بحاجه مهم اللي تفكرته. انا من هاد التليفون ديالي المتواضع من لاباج ديالي المتواضعه تنقول لكم انا حق بنتي لثاني مره راه لا حيله مع الله، وحق بنتي اللي هو اساسي، اللي بنتي تعرضت للعنف وتعرضت للضرب، وانا عارفه بان الجمعيه تتجي مع الوليدات اللي ضربوا، ماشي تديري يدها في يدو تقولي لا راه حرضتي ودرتي. انا هادشي كامل ما كاينش، وعندي الادله ديالي، واللي عنده شي ادله يجي عندي يقولها لي. ها انت يا زكيه راكي درتي ودرتي، وانا معاكم بالقانون. انا معاكم بالقانون. انت يا استاذه عافاك بعدي مني، عطاني بالثقه، ما صلحلكش والله ما صلحلك ما صلحلكش. انا ما دايره قناه في اليوتيوب تندخل شهريه، ما عندي حتى شي حاجه. ما عندك ما تصوري مني بالعربيه التعربيه، راه ما عندك ما تصوري مني. القانون بيناتنا. انت شهرتي بيا 2 مرات وما هضرتش، ولكن دابا نهضر حيت فعلا وصلت لواحد الحاله ما فيها ما يتشاف. انا عندي بنت مريضه، قيليني عليك خليني نربي هاد البنت. انا راه ما نصلح لكش، قيليني عليك قيليني عليك. ما محتوى ديالي خايب، ما تنخسر الهضره. الحمد لله من نهار طلعت في السوشيال ميديا عمر شي واحد ما دى عليا نظره خايبه. تنشارك معاهم ها شنو طيبناها انا وبنتي ضاحكين لاعبين. بنتي الوحيده اللي عندي تتكون جالسه حدايا ماشي عيب. لعبوا الله لا هضرت شي حاجه خايبه. اما باش كل مره تنوضي ها ذوي الاحتياجات الخاصه، توحديه، انا بنتي ما فيهاش توحد وقلتها، وعاد رديتي البال بان بنتي ما فيهاش توحد. والله يرحم الوالدين لما اللي يغلب يعف. خلي القانون ياخذ مجراه، وماشي كل مره تخرجي فلانه بفاس فلانه. الله يرحم الوالدين لما عطاني بالتقار. خلي القانون ياخذ مجراه، راه ما نفعك بتا شي حاجه، وراه لا حيله مع الله. انا تنولي نعاود نقولها، لا حيله مع الله. باش تنوض وحده كل مره انايا هاد السيمانه كامله وانا طايحه مريضه، انا مرافقه لبنتي، تنخريها وتمشي مرافقه ليها، تمحى في داري وتمحى في شغالي وتمحى في راجلي وتمشي مع بنتي. من نهار وقع لها المشكل باش تنوضي وتجي وحده وتيعيطوا لي ولايه الامن مشكورين، اجي عندك شكايه
شنو هي الشكايه؟ عندك شكايه من قلت لهم شنو هي الشكايه؟ فلانه الفلانه اللي في المدرسه معيطه للسيده رئيسه الجمعيه في كازا وقالت لها زكيه شدات بنتها من القرايه. باي صفه انت عاوتاني اللي جالسه؟ انا كلشي معكم بالقانون، انا معاكم في القانون، انا معاكم بالقانون. ولا كانت شي حاجه مكتبها الله عليا مرحبا بها، ولكن راه ما اسكتش. انكم صحاب والله ما اسكت، والله حق بنتي ما نفرط فيه. كونوا هانيين، انا معاكم، انا درويشه وبنت الاصل وبنت عائله، ولكن على حق بنتي راه ما نمشي معاكم وبالقانون حتى الاخر. ولا يبقى في عقتي زدح. تعرف شنو هي عقتي زدح؟ والله ما نتفاك وما نسكتش، ما نتفاكش ما نسكتش.